لكل لحظة من حياتنا لها ذكرى مميزة، ولكل شخص طريقته الخاصة في توثيق هذه اللحظة. ولعل من أهم إنجازات العصر الكاميرا الرقمية، وهي أداة لا تقل أهمية عن الاختراعات الأخرى، وتعتبر من أهم الأدوات لتوثيق الذكريات والأحداث. ولكن لهذا الاختراع قوانينه وقواعده الخاصة لإخراج صورة مميزة بطريقة احترافية. ولأن تكون مصور محترف ليس بالضرورة أن تحمل شهادة علمية، فالهواية تكشف الموهبة، والموهبة بداية الاحتراف. وفي الآونة الأخيرة ازداد هوس الشباب في اقتناء كاميرا خاصة للتصوير الاحترافي، مع اختلاف الأنواع والمميزات الخاصة بالأجهزة المتطورة، والتي تتسابق عليها الشركات في إضافة المميزات. قد يقود هذا الهوس الشباب لاكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم في فن التصوير والتصميم، فالبعض منهم يركز على ترجمة إبداعه في إدخال المؤثرات من خلال برامج خاصة في تصميم وتعديل الصور، والبعض الآخر يتميز في عفويته في التقاط الصور مع لمسة فنية خاصة به ليخرج لقطته المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. شاري النجم، مصور فوتوغرافي، بديت سنة 2004. تطورت بين سنة وسنة لما الحمد لله وصلت اللي أنا أبي وبطلت لي مشروع الخاص فيني اللي هو استديو. طبعا تطورت فيني هذه الهواية من كانت عندي كاميرا ديجيتال صغيرة، لما شوي شوي خذيت الدي اس ال ار العادية لما وصلنا الفول فريم، وتعمقنا بمجال البورتري اللي هو تصوير الأشخاص داخل الاستديو او الاوتدور. بس الحمد لله قدرنا ان نوصل اللي احنا نبيه. وطبعا يعني التصوير بدون دمج الصور ولا مثلا تغيير الخلفيه داخل الاستديو طبعا لازم تحتاج كبرامج تعديل اللي هي مثل لايت روم والفوتوشوب. تقدر انك تعدل الوان الصوره، ساتوريشن، تغيير الخلفيه، تدخل عليها افكت، يعني كل واحد ومجاله. بس كل واحد يعني يختص باللي هو يبي. انا الاختصاص اللي هو المانيبيوليشن تقريبا، اللي هو اللعب شويه بالصور، ما اعطيك الصوره مثلا طبيعيه حيل. نحاول ان ندخل بشيء جديد اللي هو مثلا اركب مثلا وجهك على خلفيه غريبه، ولا اشيل الخلفيه احط لك مثلا خلفيه بمكان ثاني، بس انها تكون صحيحه 100%، تخلي المشاهد انه يضيع ما كانها هي مركبه. بس هذه هي الحين الدقة لازم تصير زايدة على اساس ان المشاهد ما يحس ان هذه صورة مركبة، تكون مثلا كإضاءة، كلون البشرة، كلون البشرة على نفس لون الخلفية اللي انت بتحطها. لون هدومك لازم يكون اضاءتك اللي طاقة عليك من الفلاش تكون كأنها اوت دور. بالوايت بالانس، بالستايل بيكتشر، هذا كله يختلف. وطبعا مع تعديلك بالفوتوشوب انت لازم تكون شويه محترف بهذا النظام اللي ما انا ماشي عليه. الحمد لله وصلنا للي احنا نبيه. طبعا انا ليش تخصصت بالبورتري اللي هو تصوير الاشخاص؟ في تخصصات وايد اللي هو الماكرو، اللاندسكيب، البورتري، تصوير المنتجات. انا تخصصت شويه على البورتري، ومنها تصوير منتجات اللي هو على مثل تصوير منيو حق مطاعم، تصوير اي منتج خارجي سواء اوتدور ولا اندور. فالمجالين الحين هم عندي اللاندسكيب والبورتري. مثلا تصوير اللاندسكيب ما يستهويني زياده لان يعني انا قليل السفر، فمناظر بالكويت شويه ما عندنا مناظر اللي تشد، اللي هي على اساس اني انا اتميز بهذا التصوير، نمط من التصوير اللي هو اللاندسكيب، مع انه في مصورين بالكويت لاندسكيب ويطلعون شيء وايد حلو. بس انا استهوتني تصوير البورتري، اني انا احب اصور شخص واقعد اني اسوي مثلا تعديل عليه، او منتج نبرزه بصوره حلوه انه ينحط بمنيو او ينطبع على بانر او ايا كان مثلا دعايه. وهم سالفه الفيديو، الحين احنا قاعدين ندش شوي شوي بالفيديو، تصوير المنتج على شكل فيديو، او تصوير دعايه اعلانيه او دعايه تجاريه مثلا حق التلفزيون ولا حق السوشيال ميديا ايا كان.
طبعا حاليا كثرة المصورين بشكل وايد كبير، لأن أسعار الكاميرات يعني بدأت تنزل أسعارها غير عن قبل كانت وايد أسعارها غالية ومو أي أحد يشتري كاميرا، يعني كانوا يشترون ديجيتال مثل ما أنا بديت ديجيتال لما دي اس ال ار. طبعا المصورين اللي توهم بادين أنا وايد أعطيهم كذا مرة، أعطيهم نصايح وأكلمهم إنه لازم الواحد يثقف عينه قبل لا يدش بأي مجال بالتصوير. يقرأ، يتابع، يشوف مصورين عالميين، يشوف من أي زاوية قاعد ياخذونها، شلون إضاءتهم، إذا كان يستخدم فلاشات يشوف شنو توزيعة الفلاشات، توزيع الفلاشات اندور اوتدور، لازم يعرف يعني. بس انه مو يعني، وهم لازم يجرب طبعا، انه مو بس يعتمد على انه يشوف الناس، لازم يشوف ويطبق يشوف ويطبق على اساس انه يوصل اللي هو يبي على المستوى اللي هو يبي. وما له داعي مثلا اي انسان يبي يوصل حق اللي هو يبي يدش دوره بالكويت او خارج الكويت، لان كل شيء موجود بالانترنت. طبعا مو معناته ان اللي توه داش تصوير يعني انا ما انصحه من الدورات وبس يعتمد على الانترنت، لا اكيد. يعني مثلا اللي حاب مجال واحد من التصوير ويشوف دوره اكيد يجرب ويدشها، واكيد راح يستفيد طبعا، لأن أساسا راح يخالط مصورين وراح يطلع وياهم وراح يصور وياهم ويشوف الأغلاط اللي عنده، شيء صح شيء غلط يجرب، وكذا لوكيشن يطلعون يروحون يجربون أيا كانت الدورة، لاندسكيب ولا منتجات. إذا منتجات راح يصورون داخل استديو ويشوفون توزيعات الفلاشات عندهم شلون صايرة. فأنصح هم اللي ما يعتمد على الإنترنت مثلا ياخذ كل الافكار من الانترنت، هم يقدر يدش دورات، لان الحين ما شاء الله دورات بالكويت وايد، وكل واحد يعطي دوره عن اي تخصص يبيها، كلها موجودين بالسوشيال ميديا وبالانترنت. في وايد دعايات ان مصورين يعطون دورات، والحمد لله متوفره عندنا كل الطرق اللي تساعد المصور انه يحترف بمجال اللي هو يبي. طبعا انا اللي ميزني عن المصورين الباجي اللي هو استخدمت اداه التابلت واكم، تسهل عملية الإديت بالفوتوشوب وحيل دقيقة كفينش كإديت كقص كتغيير خلفية. بس يعني مو معناته ان اللي يستخدم التابلت لازم يكون هو رسام، بس انه يعني وايد تسهل الامور عن الماوس ولا الماوس باد. التابلت اللي هو وايد سهل حق الإديت، وانصح المصورين اللي توهم بادين ان يدشون ويشوفون شلون استخدام التابلت باليوتيوب، في وايد توتوريال عن هذا الموضوع يتكلمون عنه، لان الفينش مالها جدا قوي. واي مصور تو بادي لازم يدقق ويركز على اي شيء يسويه كإديت كتصوير كزاويه، على اساس انه يبين للمشاهد الصوره اللي هو يبيها. شلون عينه قاعده تشوف الصوره لازم يطلعها مثل ما هو قاعد يشوفها، لازم اول شيء تكون عينه نظيفه، مثقف عينه، يشوف صور وايد، يدش يشوف المشاهير، انا توني مثل ما قلت، يدش يشوف الصور اللي تعجبه ويحاول يطبق مثل ما هو يبي. يشوف الصورة بعيونه لازم يطلعها بالكمبيوتر على اساس الناس لما تشوف الصورة تشوفها مثل ما هو يبيها، انه ما تكون فيها شوائب ما تكون فيها عيوب. يعدل مثلا على اضاءتها، طبعا الالوان لازم يعني في اغلب الصور لازم يكون زايد الالوان فيها، وفي ناس تحب الابيض واسود، يعني في كذا مجال، فكل واحد وذوقه، هي مسألة ذوق. شلون تفرق بين مصور ومصور؟ يعني مثلا نشوف مصورين اثنينهم وايد بيرفكت، بس كل واحد وذوقه. يعني هني هي سالفة ذوق، شلون تغير الخلفية، شلون باي لون تبيها، كل واحد وذوقه. في مصور عن مصور متميز، مع ان اثنينهم داشين نفس الدورة، بس اثنينهم افكارهم وستايلهم غير. ليش؟ انه كنظرة كذوق لازم في واحد لازم يختلف عن الثاني. طبعا في تصوير الاندور والاوتدور. الاوتدور في ناس تطلبه مثلا كمنتج كشخص كموديل مثلا، يبي يصور وهو برا. طبعا على الاجواء هني عندنا شويه بالكويت صعبه الاجواء، غبار وكذا شغله، ففي ناس تفضل على الغروب مع الفلاشات وايد يصير شيء حلو طبعا الاوتدور. فاحنا دائما نجرب كذي وكذي، وفي ناس تطلب اندور وفي ناس تطلب اوتدور. فهو على غروب الشمس يعني انا افضلها، هي اكثر مرحله بالتصوير الاوتدور، تعطيك صور وايد حلوه. طبعا انا خطيت خطوه جدا كبيره اني بطلت الاستديو، كنت شويه متردد منها وخايف، بس الحمد لله وصار اللي ابيه واكثر من اللي ابيه، وصار في اقبال جدا كبير من الناس ان
بنمط تصوير مالي هو الميديوليشن، وايد يبون الناس اللي هو تغيير الخلفيات وما يبون صورة جدا طبيعية ولا عادية، يبون صورة شوية ملعوب فيها والزيادة فيها فوتوشوب. فالحمد لله انا كنت شوي متردد من هذه السالفه اني ابطل اخطي خطوه ابطل استديو، بس ان الحمد لله صارت جدا مرغوبه عند الناس، ويعني ما شاء الله وايد ناس قاعد تطلب تبي مثلا تصوير كمطاعم وكمنيوات وكاشخاص. والحمد لله قدرنا نخطي هذه الخطوه بثقه. بتكلم الحين انا عن اي واحد يبطل استديو شنو مثلا يحتاج اذا هو كان مختص بالبورتري او تصوير المنتجات. طبعا لازم عندي يكون بيوتي ديش وسوفت بوكس وكاميرا مثلا فول فريم وعدسة. انا عندي استخدم عدسة 24-70، في عندك عدسات 70-200، في 85. هذيل افضل عدسات البورتري اللي مثلا تاخذ كروب على الوجه وتعزل الخلفية حسب فتحة العدسة. طبعا انا افضل الكروما مثلا اللي يعزل الخلفيه او اللي يقص الخلفيه، بين على اساس اني انا يعني اغير الخلفيات واسوي افكتات، فاحتاج اني الكروما هي اللي تفيدني اكثر شيء بالاستديو. اني ما اقدر مثلا احط خلفيه سوداء، اقدر اقص ببيضه بس ان الافضل انها تكون هي خضراء. فلازم هذه المعدات تكون كامله عندك بالاستديو على اساس تطلع الصوره اللي انت تبيها، مثل ما انتم الحين راح تشوفون الصور اللي انا عندي. طبعا الحين انا بتكلم عن العدسات ومجالاتها. في عندي 70-200 حق تصوير البورتري، وهي 70-200 وال 24-70 وال 85. كل واحده مختصه بشيء. ال 85 ما فيها ان واوت زوم، بس ان هي تعطي كروب حق الموديل انزين وتبرزه وتعزل طبعا. وال 24-70 هي حق مقاسات الصغيره على الاستديو، مثلا 3 متر ب6 مثلا، انك تقدر تاخذ المجال اللي انت تبيه وتاخذ الموديل كامل. وفي مجالات اخرى فيهم عدسات ثانيه عليها، مثل الماكرو، عندك 100 ماكرو ان تصور الاشياء الدقيقه. وعندك لاندسكيب لازم تاخذ لك عدسه فيش اي او ان فتحتها كبيره اللي هي 10-20 مثلا. وكل عدسه في عندك ماركات. انا افضل كمصور ومجرب ان شنو كاميرتك تاخذ العدسه اللي عليها، مو شركه ثانيه. يعني مثلا مو كانون ما اخذ لي سيجما مثلا، اخذ لي كانون لانه راح تعطيني الاداء اللي انا ابيه، ما راح تعطيني مثلا شويه فيها نويز او الشارب ما يكون عالي. طبعا العدسات اللي هي الكانون ال تعطيك كل اللي تبي، مثلا الشارب والساتوريشن كله تعطيك، والوضوح. حتى لو تعطيها زوم بالصورة تلاقي كل الديتيلز اللي انت تبيه موجود. انا هني عندي بداخل الاستديو عدة مجالات بالتصوير، ولا عدة افكار على حسب طلب الزبون. يكون مثلا يبيها فكرة مركبة، ولا صورة عادية، ولا صورة مثلا شخصية بس بأفكت، ولا مثلا عنده هو فكرة بباله انا اطبقها له. وان شاء الله يعني كل شيء سهل، ما في شيء صعب يعني. ومثل ما انتم الحين تشوفون هذه الصورة، طبعا هذه الصورة يعني قاعد تشوفونها شوي شايب، فيها تفاصيل داخل شارب. هي صورة لازم تكون تعابير الوجه مثل ما انا ابي، على اساس انه تعطي ايحاء انك انت تصدق صدق ان هي هذه الصورة، يعني مو شخص عادي، شخص كبير مثلا بالعمر. عندك هذه الصورة طبعا لازم يكون هم رياكشن وجهك على الخلفية، ان تكون مثلا على نفس الإضاءة، مثلا وجهك يكون على نفس الإضاءة بالإدت باللون بتعابير الوجه. لازم على أساس أن المشاهد ما يدري أنت شنو مسوي، بس أنه أول ما يشوف الصورة يحس أن الصورة مو مركبة، هي كذي بوستر. وهذه طبعا الصورة هم تركيب، ناخذ هم رياكشن الوجه مثل ما قلنا بنفس لفة الموديل اللي هو كان قبل بالصورة. ندمج طبعا دمج يعني سوفت ما يبين مدموجة. وهم على الإضاءة ومن وين جاية الفلاش، أساسا هي كانت الخلفية، على أساس احنا نعرف من وين جاي الفلاش ومن وين جاي الظل على الصورة. طبعا هذه الصورة سميتها صورة الخشبة.
ان هي كانت خشبه اساسا كذي، صوره هي طبيعيه ماخذها انا من الانترنت ساحبها، بس انه ابي ادمج صوره وجهي على الخلفيه هذه. طبعا لازم يكون الفلاش على نفس اضاءه الشمس شلون داير علي بلفه الفلاش. لوني، تركيبي على على الجسم، الموديل اللي كان لازم يكون سوفت، مو مثلا يبين طريقه تركيب لونك. طبعا لازم تختار اللون نفس لون الجسم اللي هو كان موجود عليه. طبعا هذه صورة تقريبا كانت بداياتي بهذا المجال، ومثل ما تشوفون ياهل نايم بس انه شكله ريال عود. بس هم انه يكون دمج، فان المشاهد ما يدري مثلا اذا هي كانت هل دمج ولا لا، بس انها من الشكل. طبعا الحين بنتكلم عن النمط الثاني من التصوير، اللي هو تصوير المنتجات ايا كان، تصوير الساعات، الهدوم، وفي تصوير نفس تصوير اللي هو المنتج انه يكون تصوير مطاعم، تصوير الاكل، السويت ايا كان، اللي هو يكون على المنيوات او دعايه اعلانيه او دعايه تجاريه بفيديو. طبعا الحين بنتكلم عن طبعا كل نمط من التصوير له خصائص او تعاريف على اساس انك تتقن التصوير هذا. نتكلم الحين عن تصوير السويت. لازم مثلا تكون كأنك قاعد بمطعم قدامك السويت، شلون عينك قاعد تطالع المنتج، لازم كذي تقلب الكاميرا وعلى نفس المستوى والارتفاع، على اساس ان المشاهد لما يشوفها ما يضيع. طبعا مو غلط انك تصوره من تحت او من فوق، بس هذه اكثر زاويه تشد المشاهد بتصوير المنتج. كإدت على المنتجات لازم تسوي الإدت اللي يشد المشاهد، واللي المشاهد لما يشوف المنتج اللي هو السويت ولا ايا كان يشده. اذا شدك انت وانت قاعد تسوي بالإدت خلاص، دام شدك انت كمصمم ومصور راح يشد المشاهد. طبعا الحين بتكلم عن تصوير الفيديو. طبعا يحتاج ستاند، يحتاج عدسة، يحتاج مايك يحتاج شاشة مثلا خارجية تشوف شنو قاعد يصير، دقة، يحتاج صبر زيادة عن تصوير الفوتو، لأن حركتك ما تهتز مثلا. طبعا ترايبود، سلايد لازم حق تصوير الإعلاني، حق تصوير المنتجات. هذا تصوير الفيديو. في ناس متخصصة بالفيديو أكثر من التصوير، يعني كل واحد يختص باللي هو يشوف نفسه فيه. طبعا في برامج حق تعديل الفيديو اللي هو الافتر افكت او الفاينل كات برو. طبعا انا اشوفهم وايد صعبين، بس ان اللي يبي شيء ما في شيء صعب عليه، انه يكون هذا تخصصه هو. وفي تقدر تعدل الالوان، تقدر تقص بين الفيديوهات، تدخل من افكت لافكت، ان حتى اذا كان في شيك ولا عيوب بالفيديو تقدر تعدله. فانا انصح اللي يصورون فيديو لازم يتعلمون على البرامج تصوير الفيديو او برامج تعديل الفيديو، على اساس انه لا صور فيديو ما يتوهق باي كان بين مشهد ومشهد يدخلهم ببعض، او افكت وافكت بين المشاهد والنهايه والبدايه، ويقدر يحط مثلا كلام، ويقدر يحط اي شيء يبي داخل الفيديو. المطاعم اللي انا كنت اصور لهم منيو حق المطعم نفسه، كانوا يطلبون مني فيديو انه حق الانستغرام مثلا 15 ثانيه، اذكر كل المنتجات اللي عندهم بس بطريقه حلوه ويعني ذربه، ومع موسيقى افكت بسيط انه يلوق بالتصوير. حتى انا اذا بتكلم عن الموسيقى اذا بندخلها بالفيديو، لازم كل فيديو تعرف انت شنو تدخل عليه، يعني مثلا ايقاع سريع، ايقاع بطيء، ولا مثلا موسيقى سلو على الفيديو، ان تشوف تخلي المشاهد يعيش مع الفيديو. لان الموسيقى انا اعتبرها نص الفيديو، تكون اذا كان الفيديو صامت فتكون الموسيقى داشه وياها وتعبر عن الفيديو هذا. فاغلب اللي قاعدين يصورون عندي منتجات يطلبون فيديو 15 ثانية اني اذكر كل المنتجات اللي عندهم، فهذا شيء يشد المشاهد اكثر من الصور بنظري انا اشوفه. طبعا المطعم اللي الحين جاي لي على اساس اني اصور له المنيو منتجاته سويت او اكل ايا كان، يطلب مني فيديو باخر شيء على اساس انه الم منتجاته كلهم بشكل حلو او بصورة حلوة مع موسيقى ادخل عليه. طبعا الموسيقى لازم تكون لايقة على الفيديو، لان الموسيقى انا اعتبرها يعني نص الفيديو، لان لازم تكون تعدها مثل ما انت تبي او مثل ما الصورة مبينة. طبعا كصعوبة بين تصوير الفيديو او تصوير الفوتو، انا اشوفها بالنسبة لي الفوتو اصعب من الفيديو، لان الصورة راح تشتغل عليها يعني اقل شيء ساعة اذا انت كنت بتطلعها
منتج يعني عالمي. اما الفيديو لا تعطيه كل افكت كامل، او انك تقصص بينه، بس انه ما راح يكون متعب بالمونتاج ماله. غير الصورة مثلا نفرض ان احنا صورنا 20 منتج، على كل منتج احنا راح نشتغل ساعة، فهني عندك انت 20 ساعة. اما الفيديو راح تشتغل كلهم مثلا نقول ياخذ منك 4 ساعات كبداية ونهاية، وبين افكتات بين المنتجات، او بين يعني تقصيصك للفيديو. فانا اشوف بالنسبة لي ان الفيديو اسهل من التصوير. طبعا دائما لما انزل صورة باكونتي انا بالانستغرام، اول سؤال ينذكر شنو اسم البرنامج اللي انت قاعد تستعمله. كله يظنون ان هذا البرنامج اب بالتليفون او شيء سهل بس ياخذ الوجه ويقطه، ولا يغير لك خلفيه بسرعه. يعني ما يدرون ان هذه الصوره قعدت مني ساعات ودقه وزوم على اساس اني اسويها مضبوطه. فكل اللي يسالني بالانستغرام، اللي انا البرنامج اللي انا قاعد استخدمها اللايت روم والفوتوشوب، وبالفيديو افتر افكت وفاينل كات برو. طبعا عندنا هني بالاستديو يونيك زباين مثلا انت تقعد وياه تشوفه مثلا كتصوير شخصي، تشوف اكاونته، تشوف شنو ستايله بالتصوير هو، تشوف شنو يعني على اساس تشوف هو شنو يبي. هو ما راح يجيلك يقول لك انا ابي كذي، هو راح يقول لك لا ابيك تصورني صوره حلوه. فانت تدش اكاونته تشوف هو شنو وضعه بالتصوير. يعني يحب الابيض واسود، يحب مثلا ظل، يحب الفلاشات العاليه على وجهه. فانت منها تاخذ فكرته وتطبقها له، هو هني راح يحب شغلك انت. طبعا انا اعطيه افكار من عندي، بس دائما هو الزبون يكون على حق. يعني اذا كان يبي، اذا طلب منك شيء انت مثلا ما يستهويك هذا الشيء، لازم تمشي على ذوقه هو، لان بالنهايه هو اللي راح ياخذ الصوره مو انت. فانت تطلع تبرز شغلك احسن صوره، بس الزبون يعني لا حق عليك انه هو يفرض عليك رايه بالشكل الصوره. طبعا انصح المصورين اللي توهم بادين انه يوسع مجاله. اذا كانت عنده الامكانيه انه يبطل استديو يروح يخوض هذه التجربه، لانه يمكن هو يكون محترف وهو ما يدري انه تو مبلش، على انه هو هاوي، بس انه هو عنده نظره من داخله توصله للاحتراف. فانا انصح انه يبطلون المشروع اللي هو يشوفه زين كفيديو، كتصوير منتجات، مثلا لاندسكيب يبيع. في ناس تصور لاندسكيب تبيع مثلا صورها على شركات، وفي ناس مثلا تطرق نفس مجالي انا اللي هو تصوير البورتريه. فانا انصحهم انه يخوضون هذه التجربه زين ويجرب، وان شاء الله تمشي معاه. وهم انه في نقاط بالتصوير انه لازم اول شيء يقرا ويثقف عينه ويجرب. اهم شيء التجربه، ويسال ويقعد مع مصورين ويخالط مصورين ويضيف اكاونتات اجانب يشوف. يعني لازم التغيير، ما يصير انا اغير ما يصير مثلا انا اقلد مصور مثلا اخوي راح نصير انا وياه نفس الشيء. لازم الواحد ما يقلد بالبدايه، بس بالنهايه لازم هو يروح على مجال ثاني، يعني ياخذ من هذا وهذا ويطلع له فكره جديده على اساس يبرز نفسه ويوصل حق المستوى اللي هو يبي.